السلام عليكم. أنا يوسف وها نفاس قدام باب بوجلود. شوفوا هذا الباب الزوين فيه الزليج الأزرق وكيشبه لشي لوحة فنية. هذا الباب هو المدخل للمدينة القديمة، وفاش كدوز منه كتدخل لعالم آخر. يلا تبعوني، غادي نوريكم بزاف د الحوايج العجيبة في مدينتي. واو، شوفوا هذه البلاصة، هذه هي دار الدباغ. هنا كيدبغوا الجلود بالطريقة التقليدية. الريحة شوية قوية بصح، ولكن الخدمة هنا فن قديم بزاف. كاينين الناس خدامين بالالوان الطبيعيه وكيصبغوا الجلود في شي صهاريج كبار. عجيب. دابا وصلنا لواحد البلاصه زوينه بزاف، جامعه القرويين. واش كنتوا عارفين باللي هذه اقدم جامعه في العالم؟ بناوها الناس زمان وكانت كتعلم الدين، الرياضيات، الفلك وكل شيء. كاين زليج خشب منقوش والهدوء اللي كيدخلك في الجو روحاني. بصراحه فخور بزاف بلادي. صافي، سكتوا شويه واسمعوا. هنا في فاس كنعيشوا لحظه سحريه في مهرجان الموسيقى الروحيه. الناس جايين من كل بلاصه، من بلدان بعيده، باش يسمعوا انغام كتوصل للقلب. كاين الصوفي، كاين الانشاد، كاين حتى موسيقى من الهند وافريقيا. هاد اللحظه كتحس بان الموسيقى كتوصل للروح وكتجمعنا كاملين بسلام ومحبه. المغرب بلاد التقاليد وبلاد الروح كذلك. يلا نكملوا جولة. المدينة قديمة بحال المتاهة، ولكنها متاهة ديال الحياة. داك كاين ديال الحوايج التقليدية، العطارين، بايع الكتب والحلويات. كل زقاق فيه قصة، وكل دكان فيه واحد كيعرف شي حرفة. وكنحيي الناس السلام عليكم، وكل شي كيرد عليا بحفاوة. تبعوني تبعوني. هنا دخلت واحد الزنقة صغيرة. هنا كاين المعلم اللي كيخدم في النحاس، تيدقق، تينقش، تيزخرف طبل والفانوس وحتى التراز. الخدمة ديالو دقيقة بزاف وكيستعمل أدوات قديمة. كيقول لي كل قطعة فيها الروح ديال الصانع، وانا كنقول هذا هو سحر المغرب. الحمد لله وصلنا للدار والماكلة واجدة، الطاجين كيغلي والخبز سخون والشاي كيضحك في البراد. معايا العائلة كاملة، الضحك، الحكايات، والميمة ديما كتقول الضيف راه بركة. فالمغرب الضيافة ماشي غير واجب، راه فرحة حقيقية. وها أنا فوق واحد البلاصة عالية كنشوف المدينة كاملة، الأسطح، المآذن والحركة في كل زنقة. فاس كتبقى في القلب، واللي جاها مرة كيولي ليها ديما. شكرا لكم حيث تبعتوني في هذه الجولة. كنقول لكم بالسلامة ومرحبا بكم في بلادي المغرب.